يا شباب، حبايبنا طلاب تانية ثانوي دفعة 2026. إن شاء الله النهاردة معانا أول فيديو ليك في أول درس اللي هو الدوال الحقيقية. هنبدأ نشرح إيه النهاردة؟ إحنا معانا أول حاجة هناخد شوية أساسيات متطلبات قبلية، حاجات أنت درستها قبل كده قبل ما نبدأ في المنهج بتاعنا. وبعد كده هنخش على عنوان الدرس النهاردة اللي هو المجال. في البداية هنعرف يعني إيه أصلا كلمة دالة، إزاي تحدد إن دي دالة ولا مش دالة سواء جبريا أو بيانيا. وبعدها هنخش على الدرس بتاعنا اللي هو المنهج الجديد اللي هو المجال. عندنا كذا دالة عايزين نعرف المجال بتوعهم، زي مثلا الدالة كسرة الحدود، الدالة الكسرية، الدالة الجذرية، والدالة المعرفة بأكثر من قاعدة. ده كده إن أنا أحدد المجال جبريا. طيب الجزء الثاني من الحصة إن أنا أحدد المجال على الرسم اللي هو إيه؟ بياني. فأنا هعرف إزاي أحدد المجال والمدى بياني. هعرف ازاي احدد اضطراد الداله، وهنعرف يعني ايه اضطراد بالظبط دلوقتي، بس الحاجتين دول المجال والمدى مع بعض، ومعايا الاضطراد ده الجزء الاخير من الحصه هنشتغله بياني فقط. طيب نبدا بسم الله. انا عندي مجموعه دوال، عايز اعرف من الرسم اذا كانت دي داله ولا مش داله. اول حاجه احنا هنشتغل بياني وهنشتغل جبري. طيب خلينا نشتغل بياني الاول. بقول انا عايز اعرف مين من الدوال دي تنفع داله ولا لا. طيب هو انا اصلا عشان اقول ان هي تنفع داله كبيانيا عندي حاجه اسمها اختبار الخط الرأسي. يعني ايه؟ يعني انا برسم خط رأسي. طيب خط رأسي ده ماله؟ هيقطع الداله. طيب هيقطع الداله في ايه؟ والله لو قطع في نقطه واحده هقول داله. هرسم خط رأسي في اي مكان من الداله، لو قطع الداله في نقطه واحده بس اقدر اقول عليها ان هي داله. طيب الخط ده قطع الداله، اتقابل مع الداله في نقطه، مش في اكتر من نقطه مشتركه ما بينهم، اكتر من نقطه، فما اقدرش اقول عليها داله، دي تبقى ليست داله. يبقى انا معايا دلوقتي انا هعمل ايه؟ عندي خط راسي. خط راسي يعني ايه؟ يوازي محور الصادات في اي نقطه في اي مكان على الداله. والله عدى بنقطه واحده هقول عليها داله، اكتر من نقطه خلاص مش داله، نقطتين بقى، ثلاثه، اربعه، وهكذا، مش هيفرق معاه في اي حاجه وفي اي مكان. يعني مثلا رسمه زي دي، انا هعمل ايه؟ دي الداله. ارسم خط راسي في اي مكان. رسمت خط راسي هنا، اتقابلوا في نقطه واحده. مش عاجبني المكان ده، جيت رسمته هنا برضه اتقابلوا في نقطه. جيت رسمته هنا اتقابلوا في نقطه. جيت رسمته هنا اتقابلوا في نقطه. في اي مكان، في اي مكان ترسمه يتقابلوا في نقطه واحده بس. طالما اتقابلوا في نقطه واحده بس يبقى دي داله. طب نيجي على حاجه زي كده، هنا اتقابلوا في نقطه، هنا في نقطه اهي، ادي النقطه، هنا النقطه. طب لو جيت رسمته هنا هلاقيهم اتقابلوا في نقطه هنا وفي نقطه هنا. لا، ده هنا اتقابلوا في اكتر من نقطه. طب يا مستر ما هم هنا اتقابلوا في نقطه واحده بس وهنا في نقطه، لو جيت رسمته هنا هتلاقيهم في نقطه. انا قلت ايه؟ ارسم في اي مكان، في اي مكان على الداله لازم يتقابلوا في نقطه واحده بس. طب اتقابلوا في اكتر؟ لا، يبقى مش داله. فدي اتقابلوا في اكتر من نقطه فتبقى ليست داله. خش على اللي بعده. داله زي دي اعمل ايه؟ ارسم الخط في اي مكان. رسمته هنا قطع في نقطه واحده. طب هنا نقطه واحده. طب هنا برضه نقطه. طب هنا برضه نقطه واحده بس، فاقدر اقول على دي انها داله. طيب جيت على دي، رسمت هنا عدى بنقطة واحدة بس. طب رسمت هنا، لا تقابلني في نقطة فوق ونقطة تحت. طب جيت هنا برضو نقطة فوق ونقطة تحت. طب هنا لا، نقطة فوق ونقطة تحت. فدي تبقى ليست دالة. دي ليست دالة. الخط الرأسي قطع منحنى الدالة في أكتر من نقطة، قطع في نقطتين. خش على اللي بعدها.
رسمه زي دي بيقول لي بين مين فيهم تبقى داله مع السبب. السبب ايه؟ والله لو داله اقول ان هو قطع في نقطه واحده بس، اكتر يبقى اقول ان هو قطع في اكتر من نقطه، فبالتالي تبقى ليست داله. طيب ارسم خط رأسي. رسمت الخط الرأسي، هنا عدى بنقطه واحده، هنا نقطه واحده، طب هنا برضو نقطه، طب هنا برضو نقطه. ارسم في اي مكان. يبقى هنا الخط الرأسي هيقطع منحنى الداله في نقطه واحده بس، تبقى دي داله. طيب تعال على رسمه زي دي. لو عملت كده هتلاقي ادي نقطتين، طب هنا ادي نقطتين، طب هنا ادي نقطتين، يبقى دي ليست داله. السبب انها داله، خط راسي يقطع المنحنى في نقطه واحده. طب انها ليست داله، الخط الراسي بيقطع المنحنى في اكتر من نقطه. طيب هنرسم بس الداله عشان مش واضحه. دي رسمه الداله. عايز ايه؟ ارسم خط راسي. طيب ده انا لو رسمت خط راسي هرسم خط راسي كده، ده هينطبق عليها، فهينطبق عليها يعني هيعدي على كل النقط بتاعتها، هيقطعوا في عدد لا نهائي من النقط. يقطع في عدد لا نهائي. ده مش قطع في نقطة واحدة، ده أي نقطة تقع عليه هو هيعدي عليها، فتبقى ليست دالة. ليست دالة. طب تيجي على دي ترسم خط رأسي هيعدي بنقطة واحدة، خط رأسي عدى بنقطة واحدة، خط رأسي عدى بنقطة واحدة، نفس الكلام عدى بنقطة واحدة، يبقى دي ليست دي دالة. آسف، دي دالة. ليه دالة؟ عشان الخط الرأسي يقطع المنحنى في نقطة واحدة بس. طيب أنا دلوقتي عرفت إزاي أعرف إن دي دالة ولا مش دالة من على الرسمة. طب لو كانت جاية لي جبري، يعني إيه؟ إزاي أعرف إن هي دالة ولا مش دالة؟ جبريا. يعني مثلا قال لي إن الصاد بتساوي 2 س تربيع زائد 7، وصاد تربيع بتساوي س زائد 5. دي دالة ولا مش دالة؟ دي دالة ولا مش دالة؟ قال لي دلوقتي جبريا انا هقول ان دي داله او مش داله لو انا كل قيمه لس طلعت لي قيمه واحده بس لصاد. يعني ايه؟ عوض باي س بس بشرط لو ادتك صاد واحده بس، قيمه واحده لصاد، يبقى دي داله. اكتر لا مش داله. يعني لو انا عوضت مثلا عن س بصفر اي حاجه، هتبقى الصاد بكام؟ 2 في صفر بصفر وواحد و7 تبقى 7. طلعت لي قيمه واحده بس، قيمه واحده بس. طب هنا لو عوضت عن السين مثلا نفس الكلام برضه، عوض عن السين بصفر، فتطلع لي ان الصاد تربيع دي ب5. فلما اجي اجيب الصاد تطلع لي موجب او سالب جذر 5. لا ده هنا قيمتين، فانا معايا دي اقول عليها داله، دي ليست داله. ليه؟ لو انت السين طلعت لك قيمه واحده بس للصاد يبقى داله. كل سين طلعت اكتر من قيمه او سين واحده تكفي، سين واحده بس تكفي طلعت اكتر من قيمه لصاد، يبقى دي ليست داله. يبقى انا عشان اقول ان هي داله اصلا الشرط عشان اقول انها داله كل قيمه لس تطلع قيمه واحده فقط لصاد. يعني ايه؟ يعني اي صاد تظهر، اي س تظهر مسقط اول مره واحده بس. اي صاد تظهر، اي س تظهر كمسقط اول مره واحده فقط. طيب هو انا باخد الداله ليه اصلا؟ عايز اعرف الكلام ده ليه. انت بتقول لي دي داله ومش داله ليه؟ قال لي عشان موضوعنا النهارده اسمه المجال، مجال الداله. فانا لما اجي اقول لك هات لي مجال الداله، طيب انت هتشوفها لي اصلا هي داله ولا مش داله؟ ليه؟ ما هي لو مش داله يبقى ملهاش مجال، انا مالي بيها بقى، مش هجيب مجالها.
لو هي مش داله مش هجيب مجالها. طيب انا عندي داله عايز اجيب المجال بتاعها. ايه معنى كلمه المجال؟ يعني ايه اصلا كلمه مجال؟ قال لي المجال دي بالبلدي خالص هي قيم س اللي ينفع اهي يا سيدي تعوض بيها. يعني انا هدي لك قاعده داله، والله هقول لك هات لي السينات اللي ينفع تعوض بيها. يعني مثلا داله زي دي، داله س بتساوي س تربيع زائد 2 س زائد 5. جيت قلت لك عوض لي عن السين بصفر، فهتيجي تعوض هتقول لي داله الصفر صفر وصفر راحوا يبقى لك 5. طب عوض لي عن السين بواحد، تبقى داله الواحد 1 تربيع بواحد 2 في 1 ب2 يبقى 3 و5 فتطلع 8. طب عوض لي عن السين دي بسالب 1، هتقول لي داله السالب 1 دي بتساوي سالب 1 تربيع بواحد 2 في سالب 1 سالب 2 يبقى 1 ناقص 2 ده بسالب 1. سالب 1 و5 تطلع 4. الداله دي نوعها ايه؟ قال لي الداله دي اسمها اصلا داله كثيره الحدود. الداله دي اسمها ايه؟ داله كثيره الحدود. والله انا عوضت بصفر نفعت، عوضت بموجب نفعت، عوضت بسالب نفعت. فقال لي الداله كثيره الحدود دي مجالها ح، اللي هي الح الفتره المفتوحه على السالب ما لا نهايه ومفتوحه على ما لا نهايه. يعني ايه؟ اي قيمه، اي قيمه ينفع تعوض بيها. اي س تنفع تعوض بيها، اي س تنفع تعوض بيها. فيبقى الداله كثيره الحدود مجالها ح. الداله كثيره الحدود مجالها ح. طيب انت قلت لي ايه؟ ينفع تعوض. ينفع تعوض معنى كده ان فيه دوال، في حاجات فيها ما تنفعش. طيب احنا شغالين في الاعداد الحقيقيه. طيب احنا دلوقتي عرفنا من الماستر السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها ان اي عدد يقابلك، اي عدد يقابلك هيبقى حقيقي ما عدا حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ والله المستر قال لك لو انت اخدت جذر زوجي لعدد سالب ده مش حقيقي، او لو انت قسمت على صفر. طيب واحده واحده. اخدت السنه اللي فاتت في اولى ثانوي ان انت لو جبت جذر السالب ده اسمه عدد تخيلي، فده مش حقيقي ما ينفعش جوه الاعداد الحقيقيه. فانا دلوقتي ما ينفعش اعوض برقم يخلي لي تحت الجذر عدد سالب. ليه؟ احنا شغالين عنوان الدرس اسمه ايه؟ مجال الدوال الحقيقيه. فاحنا شغالين في الاعداد الحقيقيه. طيب وبرضه ما ينفعش اقسم على صفر. ليه؟ عشان دي غير موجوده او غير معرفه. لكن اي حاجه تانية هتنفع، اي حاجه تانية تنفع تبقى عدد حقيقي. ايه اللي ما ينفعش؟ انك تجيب جذر السالب او تجيب اسم على صفر. طيب من الجذر للسالب ده هيظهر لي حاجه اسمها الداله الجذريه. طب من الاسم على صفر دي هيظهر لي حاجه اسمها الداله الكسريه. الداله الكسريه. طب واحده واحده كده. الداله مثلا الكسريه داله زي الداله الكسريه دي مالها؟ انت بتقول لي الداله الكسريه يعني كسر، كسر يعني ايه؟ بسط على مقام. طيب ايه اللي ينفع؟ لا احنا قلنا ايه اللي ما ينفعش الاول. احنا كل حاجه بتنفع ما عدا حاجتين. اولا ما ينفعش يبقى في المقام صفر، ما ينفعش يبقى في المقام صفر. فقال لي هتروح تعمل لي حاجه اسمها اصفار المقام. مش انت بتقول لي المقام ما ينفعش بصفر، فانا هروح اشوف اصلا هو مين اللي يخليه بصفر. هات لي المقام ده ايه اللي يخليه بصفر وهشيله من الح. فيبقى المجال بتاعك، المجال ده عباره عن ح فرق اصفار المقام. مجال مين؟ يبقى الداله الكسريه. الداله الكسريه مجالها عباره عن ح فرق اصفار المقام. الداله الكسريه مجالها عباره عن
ح فرق اصفار المقام. الداله الكسريه مجالها عباره عن ايه؟ ح فرق اصفار المقام. ايه اصفار المقام دي؟ اخد المقام ده، اخد المقام يساوي بالصفر وطلع قيم س. طيب تعالى نحل شويه مسائل عليها وبعدين نرجع للداله الجذريه. بقول لي عين مجال كل من الدوال الاتيه. بس خد بالك احنا شايفين في دوال حقيقيه زي ما اتفقنا. طيب داله س بتساوي 1 على س. انا عايز ايه؟ عايز المجال. يعني ايه مجال؟ قيم س اللي ينفع تعوض بيها. طيب اول حاجه ده كسر، يبقى شفت كسر على طول. الداله الكسريه مجالها ح فرق اصفار المقام، فانا هروح اجري اجيب مين؟ اصفار المقام. ايه اصفار المقام دي؟ معلش يا معوجه شويه. اصفار المقام، خد المقام يساوي بالصفر، يبقى الس تساوي صفر. يبقى انا مجالي، المجال بتاعك هي الح، بس هتشيل منها مين؟ الصفر. ليه هشيل منها الصفر؟ عشان الصفر هيخلي المقام صفر. خش على اللي بعده. انت بتقول لي ده كسر، اخد المقام اساوي بالصفر. ليه؟ عشان اجيب اصفار المقام. يعني الس ناقص 2 دي اساوي بالصفر، عدل 2 الناحيه الثانيه فتبقى الس ب2. يبقى المجال هو ح فرق ال2. تخش على اللي بعدها. داله زي دي 2 س تربيع زائد 5 س اساوي بالصفر. مستر قال لك في التحليل قبل ما تحلل، قبل ما تعمل اي حاجه، لو لقيت عامل مشترك خد العامل المشترك. ايه العامل المشترك هنا؟ هو السي، فهاخد السي. يبقى لك ايه؟ 2 س زائد الخمسه تساوي صفر. اما السين هي اللي بصفر او ال 2 س زائد الخمسه هي اللي بصفر. من هنا السين بصفر وطلعت، من هنا عدي الخمسه الناحيه الثانيه تبقى ال 2 س دي بسالب 5، يعني السين بسالب 5 على 2. طيب يبقى انا معايا دلوقتي اصفار المقام طلعت كام؟ طلعت صفر وسالب 5 على 2. هيخلوا لي المقام ده قيمته صفر، فانا هشيلهم من المجال، هشيلهم من الح. يبقى المجال بتاعك عباره عن ايه؟ ح فرق صفر والسالب 5 على 2. صفر وسالب 5 على 2. نعلى شويه. نفس الكلام، هاخد المقام س تربيع ناقص 5 س زائد 6 يساوي بالصفر. عايز تروح تحلل ماشي، عايز تروح تحلها بالقانون العام براحتك، عايز تحلها بالآلة برضه براحتك. تعال نحلل. ادي الس تربيع عباره عن س في س 6 وموجب. طيب انت عايز دلوقتي احللها ازاي؟ عايز عددين حاصل ضربهم يديني 6 ومجموعهم يديك 5. عددين حاصل ضربهم 6 ومجموعهم 5 هما الاثنين والثلاثه. طيب الاخير اشارته موجب يبقى الاثنين زي الاوسط. خلصت التحليل. من هنا الس تطلع ب2، من هنا الس تطلع ب3. يبقى معاك المجال هو ح فرق 2 و3. خش على اللي بعده. نفس الكلام س تربيع ناقص 4 س زائد 4 هتساوي بالصفر. نفس حل بأي طريقة تعجبك. طب تعالى حلل. ادي س في س، عددين حاصل ضربهم 4 ومجموعهم 4، 2 في 2. الأخير موجب، آسف، الأخير موجب، الاتنين زي الأوسط. فدي عبارة عن س ناقص 2 في س ناقص 2، يعني كنت ممكن أقول إن هي مربع كامل. س ناقص 2 لكل تربيع. من هنا الس ناقص 2 دي بصفر، يعني الس تطلع لي ب2. ده مربع كامل. فيبقى المجال هو عبارة عن ح وشيل منها ال2. خش على اللي بعده. نفس الكلام، هاخد المقام س تربيع زائد 25 ويساوي بالصفر. عدل 25 الناحية التانية تبقى س تربيع بسالب 25. تيجي تاخد الجذر تلاقي السين بموجب أو سالب. جذر السالب 25 مرفوضة. مرفوضة ليه؟ أنت بتقول لي أنت شغال في الأعداد الحقيقية. شغال أعداد حقيقية. ده عدد تخيلي، مرفوض. يعني مفيش أصفار
مقام، مفيش اصفار مقام، يعني انت مش هتشيل حاجه من الحاء، فالمجال بتاعك هو حاء على طول. المجال هو ايه؟ المجال هو حاء. هو المجال بتاع الداله الكسريه حاء فرع اصفار المقام. طب ما فيش اصفار مقام يبقى حاء. طيب لو انا بقى اديتك المجال شلت منك مجهول، هتجيب المجهول ده ازاي؟ يعني ايه؟ قلت لك المجال معاك بتاع الداله دي 2 على س تربيع ناقص 6 س زائد ك، احنا اتفقنا مالناش دعوه بالبسط، احنا اللي يخصنا مين؟ المقام. هو ح فرق الثلاثه. ايه معنى كلمه ان المجال هو ح فرق الثلاثه؟ معنى كلمه ح فرق الثلاثه ان الثلاثه دي هي اصفار المقام. يعني الثلاثه دي هي اللي تخلي لي المقام بصفر. لو شلت السين من المقام وعوضت عنها بثلاثه يبقى المقام بصفر. تاني كده، الثلاثه دي هي اللي تجعل المقام يساوي صفر. فتعالى عوض مكان اي س تقابلك في المقام بثلاثه يبقى الناتج بصفر. يبقى عندك 3 دي المقام عباره عن س تربيع ناقص 6 س زائد ك. لو عوضت عن السين بثلاثه يديك صفر، فتبقى 3 تربيع ناقص 6 في 3 زائد ك، الكلام ده بصفر. 3 تربيع دي 9، 6 في 3 دي 18 زائد ك بصفر. 9 ناقص 18 بسالب 9 زائد ك بصفر. عدي التسعة يبقى الكاف تطلع لي ب9 فقط. كاف ب9 بس. كاف ب9 فقط. طيب نخش على الدالة اللي بعد كده اللي هي الدالة الجذرية. الدالة الجذرية معاك، يعني ايه دالة جذرية؟ جذر وتحته دالة. طيب الجذر عندي بينقسم لحاجتين على حسب مين؟ الدليل. على حسب الدليل. ايه الدليل ده اصلا؟ هو يعني ايه كلمة دليل؟ الجذر. قال لي ده الجذر يا سيدي، بيبقى فيه هنا عدد، العدد ده هو ده دليل الجذر. العدد ده هو دليل الجذر، تحت الجذر هنا في دالة. العدد ده بسميه دليل الجذر. طيب انا معايا حاجتين دلوقتي، العدد ده يا فردي يا زوجي. والله لو فردي، لو النون ده فردي نخلص منه، فالمجال بتاعك ح على طول. يعني ايه؟ يعني دالة زي دي، دالة س عبارة عن جذر التكعيبي س تربيع زائد 6 س ناقص 5. المجال ده ح. ليه؟ الجذر الفردي مش هيفرق معايا سالب تحته موجب تحته صفر تحته، مش هيفرق معايا في حاجه. اي حاجه بتنفع. لكن اللي هيبقى معايا فيه الشغل لو النون دي زوجي، لو الدليل زوجي. طب لو الدليل زوجي اعمل ايه؟ يعني مثلا لو دالة س بتساوي الجذر لدالة، قال لي كل اللي عليك انك هتاخد ما تحت الجذر ده لازم يكون اكبر من او يساوي الصفر. ليه؟ احنا اتفقنا ما ينفعش تحت الجذر السالب. خلاص يا عم، هشوف مين اللي ينفع. اللي ينفع صفر ينفع موجب، ينفع صفر وينفع موجب. يعني مثلا هاخد ايه؟ انا هاخد ما تحت الجذر ينفع صفر يعني اكبر من الصفر، يساوي صفر، وينفع موجب يعني اكبر من الصفر. ينفع موجب تاني، ينفع موجب يعني اكبر من الصفر، ينفع صفر يعني يساوي صفر، لكن ما ينفعش سالب. يبقى انا كل اللي عليا ما تحت الجذر اخليه اكبر من او يساوي صفر، فاصبحت متباينه. تروح تحل المتباينه ايا كانت بقى. هناخد دلوقتي امثله على كل المتباينات اللي هتقابلك. يعني انا مثلا داله زي دي، لو انا قلت لك داله س عباره عن جذر س ناقص 3، عايز المجال. والله ده الدليل ده عباره عن ايه؟ ده 2. الاثنين ما بتتكتبش. الدليل ده 2 والاثنين ده زوجي. خلاص لو المستر قال لي لو الدليل زوجي خد اللي تحت الجذر ده اكبر من او يساوي الصفر، يبقى اخد الس ناقص 3 اكبر من او يساوي صفر. عدي الثلاثه الناحيه الثانيه عشان احل المتباينه، اكبر من او يساوي 3. طب احل المتباينه ازاي؟ روح لخط الاعداد. ادي خط الاعداد بتاعك. هنا الما لا نهايه وهنا السالب ما لا نهايه.
واحده 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 واحده. انت عندك ايه؟ عندي اكبر من او يساوي 3. تعالى على الثلاثه وليكن هنا مثلا، وارسم دايره مفتوحه عشان احل المتباينه. ارسم دايره مفتوحه، روح بص عليها، لقيت فيه يساوي اقفل الدايره، ما لقيتش يساوي سيبها مفتوحه. ده كده انا بحل المتباينه. طب وبعدين؟ انت عايز السين اكبر من او يساوي 3، امشي مع وش العلامه. مش فاهم؟ هي العلامه مش باصه كده؟ خلاص يا عم امشي معاها وخد كل اللي تحت السهم ده. مين ده بقى؟ قال لي ده مجموعه الحل. ده مجموعه حل المتباينه من 3 لما لا نهايه. الما لا نهايه دايما مفتوح، لكن الثلاثه هي مغلقه معايا. طيب مجموعه حل المتباينه دي بقى هي دي المجال. مجموعه حل المتباينه دي هو ده مجالك. مجموعه حل المتباينه اللي طلعت لك دي هو ده مجالك. مجموعه حل المتباينه هو ده المجال. مجموعه حل المتباينه هو ده المجال بتاعك. مجموعه حل المتباينه تاني هو ده المجال بتاعك. طيب تعالى اما نحل اسئله اكتر. بقول لي عين مجال كل من الدوال الاتيه. طيب انا معايا دلوقتي داله كسريه وجواها جذر. طيب اتعامل معاها ازاي؟ واحده واحده. اول حاجه، معنى وجود كلمه كسر، خلاص انت ح فرق اصفار المقام. انا عايز ايه؟ عايز ح فرق اصفار المقام. طب وبعدين؟ بس في جذر، جذر في المقام. خلاص شوف اللي ينفع هنا واللي ينفع هنا وخد المشترك بالراحه. اللي هينفع مع ده واللي ينفع مع ده وهات المشترك ما بينهم. طيب الجذر ده نوعه ايه؟ الجذر ده تكعيبي، فده فردي، فكل حاجه بتنفع. خلاص ماشي، يبقى انا معايا دلوقتي ح فرق اصفار المقام وح المشترك ما بينهم ح فرق اصفار المقام. فانا دلوقتي هجيب اصفار المقام. اصفار المقام معايا ايه؟ هاخد جذر التكعيبي ل 2 س ناقص 5 واساوي بالصفر. طيب وبعدين؟ طير الجذر التكعيبي يبقى 2 س ناقص 5 ده بصفر، يبقى 2 س ب5 منها السين 5 على 2. ده اصفار المقام. يبقى المجال بتاعك، المجال ح فرق ال5 على 2. ح فرق 5 على 2. شوف اللي بعد كده نفس الكلام، ده كسر وجواه جذر، هاخد المشترك. شوف دليل الجذر ايه؟ دليل الجذر ده 2. طب ما الاتنين دي المفروض في 2 هنا بس ما تتكتبش. الاتنين ده زوجي. طب في الزوجي كنت بعمل ايه؟ قال لي خد ما تحت الجذر. خد ما تحت الجذر اللي هو الس ناقص 3 ده اكبر من او يساوي صفر. تاني خد ما تحت الجذر اكبر من او يساوي صفر. بس خد بالك بقى، هو ده مقام فما ينفعش يبقى بصفر. ده مقام ما ينفعش يبقى بصفر. فانا هعمل ايه؟ قال انا هخليها اكبر مني بس، هتبقى السين ناقص التلاتة اكبر من الصفر بس. ليه؟ عشان اطير بالمره وانا ماشي ما ارجعش اعيد تاني، اطير اصفار المقام بالمره. فانا خليتها معايا كام؟ س ناقص 3 اكبر من، بس ليه؟ المقام ده ما ينفعش يبقى بصفر عشان ده انت معاك كسر. يبقى انا معايا س ناقص 3 اكبر من الصفر، فمنها السين اكبر من التلاتة. تعالى حل المتباين. اتفقنا هنعمل ايه؟ ارسم خط الاعداد. هنا السالب ما لا نهايه، هنا الموجب ما لا نهايه. عندي التلاتة، ارسم دايره مفتوحه وروح بص على العلامه، لقيت يساوي اقفلها، ما لقيتش يساوي سيبها مفتوحه. طب انا ما لقيتش يساوي، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ امشي مع وش العلامه. العلامه وشها فين؟ يمين، امشي معاها يمين. اتفقنا ان مجموعه الحل هي الجزء اللي انت مظلل عليه ده من 3 لما لا نهايه. انا اسف، دي ما لا نهايه بالسالب، على اليمين موجب على الشمال سالب، يبقى من 3 لما لا نهايه. طيب ما لا نهايه دايما مفتوحه، طب والثلاث يعني مفتوحه هنا. طيب مجموعه الحل للمتباينه اللي طلعت لك دي هي دي المجال. دي قيم س اللي ينفع تعوض بيها اصلا. شوف اللي بعد كده نفس الكلام، داله زي دي. بص يا عم من الاخر، لو لقيت جذر زوجي في المقام، جذر زوجي في المقام خليها اكبر بس من غير يساوي. يبقى انت دلوقتي بالمره شلت اصفار المقام. تمام؟
يبقى 1 ناقص س هخليها اكبر من بس. ليه؟ عشان بالمره استثني اصفار النقاط. طيب عدل واحد الناحيه الثانيه، فالسالب س اكبر من السالب 1. هقسم على سالب 1. قسمت على سالب، اقلب العلامه. يعني السين اقل من الواحد. تعال ارسم خط الاعداد. ادي خط الاعداد. هنا الما لا نهايه، هنا السالب ما لا نهايه. طيب ادي الواحد، ارسم دايره مفتوحه، روح بص على العلامه. في يساوي؟ لا مفيش يساوي، خلاص سيبها مفتوحه. امشي مع وش العلامه، وش العلامه كده امشي معاه. يبقى مجموعه الحل من سالب ما لا نهايه لعند الواحد، بس السالب ما لا نهايه دايما مفتوح، والواحد برضو كمان مفتوح. مجموعه الحل اللي طلعت لك دي هي دي المجال. نكمل. طيب اتفقنا الداله الجذريه اخد ما تحت الجذر اكبر من او يساوي الصفر، فيبقى س تربيع ناقص 16 اكبر من او يساوي صفر. ايه ده مستر؟ دي متباينه الدرجه الثانيه. ايه متباينه الدرجه الثانيه دي؟ احلها ازاي؟ امشي معايا واحده واحده. ممكن تدخل على فيديو الاساسيات وهتلاقي فيه لينك الملزمه بتاع ثالثه ثانوي. بص على الجزء ده هتلاقيه مشروح بالتفصيل في المذكره، او انا هبقى اسيبها لك اسيب لك الجزء الخاص بيك ده في لينك الفيديو. طيب ده اسمها متباينه الدرجه الثانيه. بحل متباينه الدرجه الثانيه ازاي؟ حته من التراكميات. اول حاجه رقم 1 اقلبها معادله. يعني ايه اقلبها معادله؟ يعني خليها س تربيع ناقص 16 دي بتساوي صفر. شلت العلامه. طب وبعدين حل المعادله دي. حل المعادله رقم 2 اهي ثم حل المعادله. بقت معايا س تربيع ب 16. خد الجذر فبقت السين مره ب4 ومره بسالب 4. روح على خط الاعداد. روح على خط الاعداد. تعال ادي خط الاعداد. ادي ما لا نهايه، ادي سالب ما لا نهايه. الحدود عندك ايه؟ قال لي عندي 4 وعندي سالب 4. طب وبعدين انت كده جزأت. انت كده جزأت خط الاعداد لثلاث اجزاء. ادي 1 2 3. مستر قال لك روح شوف معامل السين تربيع وامشي من اي جهه، من اليمين او من الشمال. مثل عكس مثل. تاني مثل عكس مثل. مثل مين وعكس مين؟ شوف اشاره السين تربيع المعامل بتاعها اشارته ايه؟ قال لي موجب. خلاص يا عم امشي مثل عكس مثل. يعني ايه مثل عكس مثل دي؟ لو مشيت من على اليمين يبقى موجب سالب موجب. طب مشيت من على الشمال نفس الكلام، موجب سالب موجب. 3 فترات اللي انت قطعتهم. طب وبعدين انت عايز ايه؟ قال لي انا معايا في المتباينه نفسها بقى. المتباينه نفسها ايه؟ فيها يساوي. خلاص يا عم اقفل لي دي. يبقى هي معانا. قال لي انا عايز ايه؟ عايز الاكبر من واللي يساوي الصفر. يعني انا عايز الفتره اللي تخليها موجب وصفر كمان. طب انت معاك ايه بقى الفتره اللي هتخليها لك موجب وصفر؟ قال لي ده انا معايا من 4 لما لا نهايه، ومعايا من سالب ما لا نهايه ل4. معايا مجموعه الحل معاك من سالب ما لا نهايه ل4. من سالب ما لا نهايه لسالب 4 اسف. ولا السالب 4 معانا عشان مقفوله. وكمان معايا اتحاد من 4 لما لا نهايه. والاربعه معانا. تمام يا مستر. مجموعه الحل اتفقنا مجموعه الحل هي المجال. جيت ابص على الاختيارات ما لقيتهاش. قال لي طب ما انت دلوقتي مش انت اخدت كل ده اللي هي الحاء بس شلت منها الحته دي بس؟ قال لي اه. طب ما تكتبها كده. انت خدت الحاء كلها بس شلت منها الحته دي. الحته اللي انت شلتها دي من سالب 4 ل 4. والفرق بتقلب العلامه. الفرق قلبت العلامه بتاعت الفتره. بدل ما هي كانت مغلقه خليتها مفتوحه. بصيت على الاختيارات لقيت دي في الاختيارات. ماشي يا مستر.
ادي مراجعه كمان سريعه على حل متباينه الدرجه الثانيه. طيب خش على اللي بعدها. طب لو خليتها بقى في كسر، تعالى بقى، ده انت معاك كده حاجات كتير، واحده واحده. احنا اتفقنا ده كسر، يبقى ح فرق اصفار المقام، تمام. واتفقنا لو لقيته زوجي، لو لقيت الجذر، دليل الجذر ده زوجي في المقام، خلاص يا عم، يبقى ما تحت الجذر اكبر بس، مش عايز اللي يساوي، يبقى بالمره استثنيت اللي تحت اصفار المقام. تعالى بقى حل المتباينه دي. احل المتباينه، يبقى انا معايا نفس الكلام زي ما حليت المساله اللي فاتت، 9 ناقص س تربيع، اقلبها معادله، عدي الناحيه الثانيه، فبقت الس تربيع ب9، يبقى الس ب3 وسالب 3. طب وبعدين تعالى كده، ادي الما لا نهايه، السالب ما لا نهايه، قسم الفتره، قسمتها، ادي ال3 وادي السالب 3. طب انت عايز ايه؟ بص كده عندك مفيش يساوي، سيبها مفتوحه. طيب امشي معاها، الخطوه الثالثه بتقول لك ايه؟ امشي بالاشارات على الفترات اللي انت قطعتها دي مثل عكس مثل. يعني ايه؟ الس تربيع هنا معاملها ايه؟ معاملها سالب، يبقى همشي سالب موجب سالب، من اليمين او من الشمال مش فارقه، سالب موجب سالب. انت عايز ايه بقى؟ مجموعه الحل بتاعتك ايه؟ قال لي انا عايز اللي اكبر من الصفر، يعني عايز الموجب. تمام؟ تعال على الموجب، هتلاقي الفتره من سالب 3 ل 3، بس خد بالك من سالب 3 ل 3 والحدود مش معايا، لا ال3 معايا ولا السالب 3 معايا. ليه مش معاك؟ عشان دول اصفار المقام، فبقت من سالب 3 ل 3. خش على اللي بعد كده، نفس الحكايه، اخد ما تحت الجذر، س تربيع زائد 2 س زائد 5 يساوي بالصفر، حلها اكبر من او يساوي الصفر، اسف. وبعدين بقت متباينه، اقلبها معادله، هقلبها كمعادله. يعني ايه؟ س تربيع زائد 2 س زائد 5 يساوي بالصفر. حل المعادله دي بقى، تروح تحل المعادله مش نافعه تحليل، بص على الاله، تمام. طب ما تيجي نحلها قانون عام. تعالى يا عم، ادي الالف ده بواحد، الب ب2، طب الجيم ب5، يبقى الس تساوي، القانون العام بيقول لك ايه؟ سالب ب موجب او سالب جذر تربيع ب تربيع ناقص 4 الف ج على 2 الالف. تمام؟ نكمل. عوض، سالب ب يعني سالب 2 موجب او سالب جذر التربيع ب تربيع اللي هي 4 ناقص 4 الف بواحد وج ب5 على 2 في 1. تروح تبص على الب تربيع ناقص 2 ناقص 4 الف ج ده اللي هو اسمه المميز، تلاقيه سالب. ازاي ده؟ ازاي يا مستر؟ سالب 2 موجب او سالب دي 4 ناقص 4 في 5 20، 4 ناقص 20 بسالب 16 على 2، ده دي سالب يا مستر. وانا شغال في ايه اصلا؟ ده انا شغال اعداد حقيقيه. تاني انا بقول دوال حقيقيه، اول كلمه قلناها عنوان الدرس اسمه ايه؟ مجال الدوال الحقيقيه، فده اصلا عدد تخيلي. مفيش قيمه لا س تخلي لي ده بصفر، صح؟ مفيش قيمه س تخليها لي بصفر، فانا ما طلعتش الحل. فانا لو عوضت اصلا، لو عوضت باي قيمه، اي قيمه هتطلعها لي عدد موجب، اي قيمه هتعوض عن السين هنا هتلاقيها موجب، يبقى المجال ح. ممكن الداله الجذريه مجالها يطلع ح؟ ايوه. عوض باي قيمه تعجبك، سواء موجب او سالب او صفر، هتلاقي المجال هتلاقي الناتج بتاعك تحت الجذر عدد موجب، يبقى مجالك ح، مجالي ح. ليه؟ عشان مميز سالب، فمفيش اصفار اصلا، مفيش حل للمعادله دي، المعادله دي مفيش ملهاش حل في ح،
ملهاش حل في ح. خش على اللي بعده. ده اللي زي دي، ده كسر جواه جذر. اتفقنا هنعمل ايه؟ عشان استثني بالمره اصفار المقام، اخد اللي تحت الجذر ده يبقى اكبر بس. اخد اللي تحت الجذر واخليه اكبر بس. س تربيع ناقص 4 س زائد 4 تبقى اكبر بس من الصفر. وتعالى عايز احل بقى المتباينه، اقلبها معادله تبقى س تربيع ناقص 4 س زائد 4 هتساوي صفر. ده مربع كامل، علينا مساله شبهها. يبقى الس ناقص 2 كل تربيع ده بصفر، يعني الس ناقص 2 بصفر، منها الس تطلع ب2. ارسم خط الاعداد. ادي الما لا نهايه، سالب ما لا نهايه. تعال عوض. ادي الاثنين. اعمل ايه؟ وش العلامه معاك. طيب اولا الاثنين سايبها مفتوحه. ليه سايبها مفتوحه؟ عشان ما فيش يساوي. امشي مع وش العلامه، العلامه باصه كده همشي معاها. طيب وبعدين طلع مجموعه الحل. مجموعه الحل معاك من 2 لما لا نهايه. دي مفتوحه ودي كمان مفتوحه، يبقى مجموعه الحل هي نفسها المجال. المجال بتاعك من 2 لما لا نهايه. طيب تعال على دي. طيب ده اللي زي دي هتعامل معاها ازاي؟ قال لي اولا انت عندك كسر. طيب يبقى مجالك فرق اصفار المقام، بس خد بالك بقى المقام نفسه في جزء فيه جذر، مش كله، ده جزء منه. فانا هعمل ايه؟ اتفقنا ان احنا هناخد المجال المشترك. المجال المشترك الحاجه اللي تنفع في كله. يعني ايه؟ يعني ايه انا هاخد من هنا المجال المشترك. يبقى معايا ايه المجال المشترك؟ اولا ده كسر، فالمجال فرق اصفار المقام، فهاخد المقام نفسه يبقى جذر س ناقص الواحد ده يساوي بالصفر. يبقى جذر السين ده بواحد، فمنها السين تطلع بواحد. فمجالك هنا هو ح فرق واحد. ده اول جزء. طب الجزء الثاني بقى ان الجذر السين ده في داله جذريه، فاخد ما تحت الجذر اللي هو السين، او ما تحت الجذر اكبر من او يساوي الصفر، اللي هي السين اكبر من او يساوي الصفر. تروح ترسم خط الاعداد. هنا الما لا نهايه وهنا السالب ما لا نهايه. ادي الصفر، بس انا هاخد الصفر معايا. ليه؟ عشان فيه يساوي. امشي مع وش العلامه، العلامه ماشيه كده. يبقى المجال بتاعك هنا او مجموعه حل دي، مجموعه الحل من صفر الى ما لا نهايه. ما لا نهايه مش معاك، الصفر معاك. طيب انا عايز المشترك. طب ما يا ح كل ده بس شلت الواحد. تيجي نرسمها واحده واحده. تعال نرسمها احسن. المجال المشترك بص يا عم، ادي الما لا نهايه، ادي السالب ما لا نهايه. اولا ده بيقول لي كل حاجه ما عدا الح. هنرسم واحد فوق وواحد تحت، ما عدا مين؟ ما عدا الواحد. تعال عند الواحد اهو وشيله، ده مش معاك، انما كل ده معاك. طب وبعدين تعال على التاني كده. قال لي تعالى من عند الصفر، الصفر معاك، ابدا بيه، وكل ده معاك. ده الواحد، اتفقنا؟ طيب ملاحظ ايه؟ الجزء اللي معاك المشترك ما بينهم هو كل حاجه من اول الصفر لعند الما لا نهايه موجودين فوق وتحت، بس ما عدا الواحد. ده مش معايا اصلا عشان مش مشترك، لكن المشترك من اول هنا لما لا نهايه، بس شلت منها مين؟ الواحد. تاني المجال المشترك، المجال المشترك بينهم هيبقى من الصفر للما لا نهايه، بس خد بالك انا هشيل منهم الواحد. هشيل منهم مين؟ الواحد. المجال المشترك من صفر لما لا نهايه، بس هشيل منهم الواحد. خش على اللي بعده. طيب علينا شويه خدنا الداله مجزأة المجال.
ايه الداله مجزاه المجال دي؟ يعني الداله المعرفه باكتر من قاعده. هحط لك شروط واقول لك انت من كذا لكذا عوض هنا، ومن كذا لكذا عوض هنا، ومن كذا لكذا عوض هنا. فدي شروط، لكل شرط في قاعده. طيب انا هعمل ايه بقى؟ تعالى يا عم، انا عايز اجيب مجال الدوال دي، داله زي دي. قال لي دلوقتي انت لو انت اتفقنا كلمه مجال يعني قيم س اللي ينفع تعوض بيها، هينفع اعوض بايه؟ قال لي والله لما السين اقل من الاثنين عوض هنا. طب لما السين اكبر من او يساوي الثلاثه عوض هنا. يعني انت قبل الاثنين تنفع، بعد الاثنين الثلاثه تنفع. مش فاهم؟ اقول لك على حاجه، ارسم خط الاعداد، هو اسهل لك، اللي تعطل فيه ارسمه. قال لي يا عم لو انت ادي الما لا نهايه وادي السالب ما لا نهايه. طيب لو انت قبل الاثنين ادي الاثنين، لو انت قبل الاثنين ادي قبل الاثنين معاك، يبقى قيمتها سالب 2 هتعوض. ماشي. طب لو انت بعد الثلاثه ادي الثلاثه، بس خد بالك الاثنين مش معايا بس الثلاثه معايا. لو انت بعد الثلاثه عادي يا عم عوض هنا. ملاحظ ايه؟ انا ينفع اخد قيمه من هنا وينفع اخد قيمه من هنا. تاني كده، اول كلمه قلناها ايه؟ كلمه مجال معناها ايه؟ قيم س اللي ينفع تعوض بيه، ينفع تعوض بيه. يبقى الداله مجزاه المجال او معرفه باكتر من قاعده او هتلاقي لها اسم ثالث اللي هو ذات المقاطع. تعمل ايه؟ جمع كل المجالات اللي عندك. فيبقى عندي مجال دي هي الجزء ده، ومجال دي هي الجزء ده. خد كله. يبقى معايا المجال بتاعي هو الحته دي وكمان دي، اللي هي ايه بقى؟ من سالب ما لا نهايه لعند الاثنين، بس خد بالك الاثنين مش معاك، وكمان من 3 لما لا نهايه. من سالب ما لا نهايه ل2 ومن 3 لما لا نهايه. ببص على الاختيارات ما لقيتهاش. طب وبعدين؟ طب معنى كده ان انت خدت اصلا ح كلها بس شلت منها الحته دي. الحته دي انا شلتها. طب الحته دي اصلا من 2 ل3، بس خد بالك بص على علامه الفتره فوق والفرق بتقلبها. يعني الاثنين هنا مفتوحه تبقى مغلقه تحت، 3 مفتوحه تبقى، الثلاثه مغلقه تبقى مفتوحه تحت، وهكذا. يبقى مجالك حفر الفتره مغلقه على الاثنين مفتوحه على الثلاثه، او دي ما لقيتش دي في الاختيارات هتلاقي دي. خش على اللي بعده. اتفقنا اللي تعطل فيه ارسم خط الاعداد. ادي خط الاعداد ما لا نهايه، وادي السالب ما لا نهايه. لو انت اقل من او يساوي الاثنين تعالى عند الاثنين. ادي الاثنين اهي ومعاك الاثنين. لو انت اقل من او يساوي ينفع تعوض، يبقى دي الجزء ده معاك. لو انت من 2 ل4 لعند ال4 بس ال4 مش معاك ينفع تعوض. يبقى انا معايا قيم س اللي هينفع اعوض بيها من سالب ما لا نهايه لعند ال4. يبقى المجال بتاعك من سالب ما لا نهايه لل4. السالب ما لا نهايه مش معاك عشان دايما مفتوحه، وال4 كمان مش معاك. خش على اللي بعده. طب داله زي دي اتفقنا عطل خط الاعداد وريح دماغك. ادي خط الاعداد، ادي الما لا نهايه سالب ما لا نهايه من 0 ل2. تعالى كده ادي الصفر وادي الاثنين. الصفر معاك والاثنين معاك، يبقى الحته دي معايا. كمل من 2 ل4، من 2 ل4 بس ال4 مش معايا. كمل من 4 ل6، ال6 معايا وال4 معايا هنا في الجزء ده. طيب يبقى المجال بتاعك ايه؟ من 0 لم كله من 0 ل6. المجال من 0 والصفر معاك ل6 وال6 معاك. شوف اللي بعده. قال لي بقى الجزء الاخير من الدرس بتاعنا، انا عايزك تعين المجال والمدى بس من الرسم. الجزء البياني اللي كنا بنتكلم عنه في اول الحصه، عايز المجال والمدى من الرسم. طيب
اولا كلمه مجال هي قيم س اللي ينفع تعوض بيها. طيب ما انا عوضت وبعدين طلع لي ناتج، الناتج اللي طلع لك ده هو قيم ص، ده اسمه المدى. تاني س دي المجال، ص دي المدى. طيب واحده واحده، بقول لي عين المجال والمدى ثم ابحث الاضطراد. ايه الكلمه دي؟ قال لي كلمه اضطراد دي تعالى ما نشرحها. اولا المجال ده قيم س، طيب المدى ده قيم ص الناتجه. طيب معنى كلمه الاضطراد، الاضطراد ده يعني ايه اللي بيحصل للداله؟ ايه اللي بيحصل للداله؟ الداله دي يا بتزيد يا بتقل يا بيحصل لها تزايد وتناقص. طيب اعرف منين الاضطراد؟ قال لي يا عم الحاج تعالى بس من على الشمال، على شمال الرسمه وزود السين. تعالى كده زود قيم س. يعني ايه؟ تعالى من على الشمال لليمين كده، من الشمال لليمين على الرسمه كده كانك بتزود قيم س. تعالى امشي من على الشمال لليمين، ما تعملش حاجه، امشي بس مع الرسمه. شوف الداله اللي بيحصل لها، شوف اللي بيحصل لصاد. والله لو لقيت صاد بتزيد يبقى الداله دي تزايديه، لقيت صاد بتقل يبقى الداله دي تناقصيه. طب لقيت صاد لا بتزيد ولا بتقل يبقى الداله دي ثابته، يبقى الداله مالها ثابته. احدد الاضطراد ازاي؟ اجي من على الشمال لليمين وانا ماشي كده. الصاد بقى ايه اللي بيحصل لها؟ زادت اسمها تزايديه، قلت اسمها تناقصيه، ثابته يبقى الداله دي ثابته. طب تعالى اما نشوف. طب انا عايز المجال، اتفقنا المجال هو مين؟ قيم س. واحده واحده كده، الداله دي في جزء هنا وفي جزء هنا. طيب جاي من سالب ما لا نهايه لعند الصفر، بس الصفر مش معاك هنا، يبقى المجال بتاعك واحده واحده. المجال اول حاجه جاي من سالب ما لا نهايه ورايح للصفر، بس الصفر مش معاك، خد بالك انا المجال على السين، مجالك على س. طيب كمل. ايه كمان؟ ده لك الجزء الثاني، جيت من عند الصفر قصاد السالب 2 مشيت لعند الما لا نهايه، مشيت كمان من الصفر، اخدت الصفر معايا المره دي عشان هي مغلقه لعند الما لا نهايه. خد بالك ملاحظ ايه؟ جيت من سالب ما لا نهايه لصفر وكملت من الصفر للما لا نهايه، يبقى انت مشيت ايه؟ ح. يبقى مجالك ح. طب المدى قيم ص، انت ظهرت قدام مين؟ المدى بتاعك ايه الصادات اللي انت ظهرت قدامها؟ قال لي ده الداله دي الجزء ده ثابت، انا كل قيمه على السين هنا طالعه ب3 ب3 ب3. ماشي، يبقى ال3 ده جزء من المدى. طب وايه كمان؟ طب من هنا كل جزء من السين ده نازل قدام السالب 2، يبقى انت معاك المدى هو عباره عن المجموعه سالب 2 و3 فقط. السالب 2 و3 دول جايين من ايه؟ من التعويض. يعني لما اعوض في الداله دي الصادات اللي بتطلع لي. طيب الاضطراد ايه اللي بيحصل للداله؟ اتفقنا هنيجي منين؟ من على الشمال لليمين كده، شوف اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل للصاد؟ جيت كده لقيت نفسي قدام الثلاثه قدام الثلاثه قدام الثلاثه ما بيحصلش حاجه، بالله ثابته. كملت لقيت نفسي قدام السالب 2 قدام السالب 2 قدام السالب 2، يبقى الداله دي الداله ثابته. الداله مالها ثابته، الداله دي ثابته، الداله دي ثابته. تعال على دي، بيقول لي عين المجال والمدى والاضطراد. طيب اول حاجه اجيب المجال. ايه المجال؟ قيم س. تعالى على السي، تعالى من السالب ما لا نهايه كده، بص على الرسمه. الرسمه جايه من سالب ما لا نهايه لعند قصاد الصفر، بس خد بالك الصفر ملهاش قيمه. ليه؟ عشان مفتوحه. طب كمل، يبقى جاي من سالب ما لا نهايه للصفر والصفر مش معاك. طب وكملت بعد كده اتحاد، جيت عند الصفر برضو مش معاك، كملت الما لا نهايه. يبقى انا دلوقتي مشيت الحاء كلها بس مش معايا الصفر، يعني الحاء فرق الصفر.
تيجي على المدى. المدى قيم صاد. تعال بص على صاد وانت جاي من فوق كده. انا جاي من موجب ما لا نهايه لعندي فين؟ لعندي الاثنين. بس الاثنين مش معايا، يبقى انا معايا من 2 لما لا نهايه. ولا دي معايا ولا دي معايا. طب كملت تحت، مشيت من -2 لتحت خالص لسالب ما لا نهايه. مشيت من -2 لسالب ما لا نهايه. بس خد بالك انا هكتب الصغير الاول. الصغير الاول اللي هو مين؟ السالب ما لا نهايه. لا عندي -2. طيب ممكن اكتب دي بصيغه ثانيه عادي. ازاي؟ قال لي انت مشيت من ما لا نهايه للسالب ما لا نهايه، مشيت المسافه كلها اصلا، مشيت ح كلها. عشان لو ما لقيتش دي في الاختيارات، مشيت انا ح كلها بس شلت منها مين؟ الحته دي. الحته من كام لكام؟ من -2 ل2. وشوف هي علامتها ايه معاك فوق واعكسها. هنا الاثنين مفتوحه تبقى هنا مغلقه، هنا مفتوحه برضو تبقى هنا مغلقه. سواء دي او دي مش هتفرق معاك، الاثنين صح. طب تعالى على الاضطراد. ايه الاضطراد؟ انا عايز اشوف التزايد ولا التناقص ولا الداله ثابته. طيب اتفقنا نعمل ايه؟ تعالى بص، تعالى من على الشمال ليمين وامشي وشوف اللي بيحصل لصاد. طب انا لو جيت من هنا لقيت الداله الصاد كانت قصاد مثلا الثلاثه، نزلت قصاد الاثنين، عماله تنزل، يبقى الجزء ده بيتناقص. لكن ده كان عندي مثلا -2 اهو، وهنا كان عندي -3، نزل تاني عند -4، نزل تالت عند -5، برضه بيتناقص. تاني ده بيتناقص وده بيتناقص، يبقى الدالة تناقصية على مجالها. الدالة تناقصية على مجالها. كل ما ازود في س الاقي صاد بتقل، سواء من هنا او من هنا. خش على اللي بعدها. تعال عايز المجال والمدى والاضطراد. رقم 1 المجال. تعالى من عند السين كده، جيت من سالب ما لا نهايه، سهم مفتوح كده يعني رايح للما لا نهايه سواء يمين او شمال. جيت من سالب ما لا نهايه لعند الواحد هنا كده. لكن فوق الواحد مش معايا، يبقى انت جاي من سالب ما لا نهايه للواحد. طيب كمل الجزء الثاني، مشيت من الواحد للما لا نهايه، بس الواحد برضو مش معاك. اتحاد من واحد لما لا نهايه، يبقى انا مشيت ح كلها بس شلت الواحد. طب تعالى على المدى. الصاد. تعالى على الصادات. انت جاي منين؟ إيه؟ قال لي انا جاي من ما لا نهايه من فوق لعند الواحد اللي هنا ده، بس الواحد مش معايا، يبقى من واحد لما لا نهايه. طب وبعدين فوتت الحته دي ونزلت تحت، مشيت من سالب ما لا نهايه وطلعت تاني. مشيت من كام؟ من سالب ما لا نهايه اللي كملت. من -2 قصدي، اسف، مشيت من -2 لما لا نهايه. طيب يبقى انا دلوقتي اعمل ايه؟ انا عايز دي اتحاد دي صغير اتحاد كبير، مع اصلا الحته دي جزء من دي، يعني الحته دي اصلا اللي هي من 1 لما لا نهايه جزء من -2 لما لا نهايه. خلاص يا عم خد الكبير، يبقى من -2 لما لا نهايه. طب تعالى على الاضطراد. ايه اللي بيحصل؟ اتفقنا عشان نحدد الاضطراد تعالى من على الشمال لليمين نشوف اللي بيحصل للصاد. وانا جاي من هنا كده الصاد عماله تنزل، كانت 3 بقت 2 بقت نزلت للواحد لعند الواحد، لعندي هنا كده لعند الواحد ده الداله كانت بتقل، وبعدين غيرت اتجاهها بقت بتزيد. يعني كانت ايه؟ عند الواحد كانت هنا مثلا وطلعت بقت -1، طلعت بقت 0، طلعت بقت 1، طلعت بقت 2، يبقى دي تزايد. يبقى الداله عندي فيها جزئين. في جزء الاضطراد عندي جزئين، في جزء تزايد من كام لكام. تعالى بقى
الاضطراد انا قلت المساله اللي فاتت الداله تزايديه او تناقصيه على مجالها. على مجالها يعني ايه؟ فترات الاضطراد بتتحدد من المجال. المجال اللي هو ايه؟ قيم س. قيم س فترات الاضطراد من المجال اللي هو قيم س. فترات الاضطراد دايما مفتوحه. يبقى معاك المجال بتاعك كان من سالب ما لا نهايه لواحد ومن واحد لما لا نهايه. هم دول اللي هحدد عليهم فترات الاضطراد. طيب الحته دي كانت تناقصيه، طب الحته دي تزايديه. الحته دي مجالها من كام لكام؟ من واحد لما لا نهايه. يبقى تزايد ايه؟ من واحد لما لا نهايه. لكن تناقصيه من كام لكام بقى؟ الجزء الثاني من المجال من سالب ما لا نهايه لواحد. طب تعالى على دي. عايز ايه؟ عايز المجال. قال لي المجال انا جاي من هنا من سالب ما لا نهايه ومكمل عادي، لكن جيت عند الاثنين وعملت نقطه مفتوحه. يبقى الاثنين دي مش معايا. يبقى المجال بتاعك ح بس شلت منها الاثنين. طيب على الصادات بقى المدى نفس الحكايه. انا جاي من السالب ما لا نهايه من تحت مكمل لفوق خالص لعند الما لا نهايه، بس الاثنين دي مش معايا. يبقى المدى ح فرق الاثنين برضه. ايه اللي بيحصل للداله؟ تعالى من على الشمال لليمين كده. بص كده، كانت سالب 2 بقت سالب 1 بقت 0 بقت 1 وهكذا. يعني الداله تزايديه على مجالها. شوف اللي بعده. داله زي دي ايه اللي بيحصل؟ عايز ايه اصلا؟ عايز المجال. قال لي انا جاي من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه، بس جيت عند النقطتين دول مش عايزه. ادي واحده ادي الثانيه. طب دول مكانهم فين؟ قال لي دي على السينات قصاد السالب واحد ودي قصاد الاثنين. يعني مجالي ح وشلت منها السالب واحد وشلت منها الاثنين. طب المدى بصيت عند السالب 3 لقيت نفسي عند الثلاثه، عند السالب 2 لقيت نفسي عند الثلاثه، عند الصفر لقيت نفسي عند الثلاثه. ده الداله دي ثابته، الداله دي خطيه، الداله دي ثابته، اسف الداله دي ثابته، الداله ثابته. المدى بتاعك عند ايه؟ 3. والمدى اصلا ظهر لي يعني بين لي الاضطراد، فالداله اصلا ايه اللي بيحصل لها؟ ما بتتغيرش، لا بتزيد ولا بتقل. كل ما ازود في السين وبيحصل لها حاجه ما بيحصلش اي حاجه. يبقى الداله دي الاضطراد الداله ثابته ولا بتزيد ولا بتقل. اخر مساله وهنختم بيها. عايز المجال. المجال اتفقنا قيم س. تعالى من على السالب ما لا نهايه، السهم ماشي كده راح السالب ما لا نهايه، جيت لعند الصفر. ماشي يا عم، انت جيت من سالب ما لا نهايه والصفر معاك عشان مغلقه وكملت. كملت ايه؟ عديت الحته دي، كملت من واحد لما لا نهايه. بس خد بالك الواحد مش معاك. الواحد مش معاك. ببص في الاختيارات ما لقيتش الاختيار ده. خلاص يا عم انت جيت من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه اللي هي الحاء، بس شلت منها الحته دي. الحته دي كانت من ايه؟ من صفر لواحد. تمام؟ شوف علامه الفتره عندك فوق ازاي واعكسها. الصفر كانت مغلقه خليها مفتوحه، الواحد كانت مفتوحه خليها مغلقه. ده صح وده صح. طب المدى، المدى بتاعك قيم الصاد. تعالى كده بص على الصاد. لو بصيت على الصاد من هنا هتلاقي في الجزء ده انت قصاد الاثنين بس، يبقى المدى بتاعك هو الاثنين. ولو بصيت على هنا فانت بدات من الثلاثه لعند الما لا نهايه كملت. تاني كده تاني، انت بدات هنا في الجزء ده من الثلاثه ومشيت لعند الما لا نهايه، بس الثلاثه مش معاك خد بالك. وبعدين الحته دي كانت داله ثابته عند الاثنين، خدت معاك الاثنين. طب تعالى على الاضطراد. الاضطراد اتفقنا من المجال عندي فترتين. ايه هما الفترتين؟ من سالب ما لا نهايه لصفر، وعندي من واحد لما لا نهايه. ايه اللي بيحصل؟
من سالب ما لا نهايه لصفر الداله ثابته. طيب من واحد لما لا نهايه، من واحد لما لا نهايه ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل وانت ماشي كده؟ انا بزود في السي، ايه اللي بيحصل لصاد؟ كانت 3 4 5 6 فبقت بتزيد، يبقى الداله تزايديه. كده ان شاء الله كان اول معانا الفيديو، شرح اول درس من الاعداد الحقيقيه. تابعنا ان شاء الله، هينزل لك لسه الدرس الثاني تركيب العمليات على الدوال وتركيب الدوال، وهينزل باذن الله لسه اول درس من التطبيقيه، ومعاك كمان باذن الله انزل لك حل المعاصر كاملا. سلام عليكم.